الرعب في الشقة القديمة في قلب المدينة. كانت منى تعيش وحدها في شقة قديمة زواياها مليانة ذكريات وأسرار محدش كان يعرفها. كل ليلة تبدأ تسمع صوت طرق خفيف على نافذتها كأن حد بيقرع بهدوء. في البداية كانت بتفكر إنه مجرد خيال أو صوت الرياح، لكن الصوت بدأ يزداد تكرارا وقوة وكأنه بيتحدى وجودها. في ليلة مظلمة وهادية قررت منى تفتح النافذة وتشوف مين ورا الصوت ده. ما كانش فيه حد، بس على الزجاج كانت آثار أصابع كأن حد حاول يدخل ويخطفها. قلبها بدأ يدق بسرعة. لما نظرت للمراية جنبها لقت انعكاس وجه غريب مش وجهها، عيون سودة كبيرة ونظرة مرعبة. صرخت بس الصوت اختفى فجأة وكانت لوحدها في الشقة، لكن من بعدها محدش قدر يزورها تاني. لو حبيت تسمع قصص أكتر تشويق وغموض ما تنساش تضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. رأيك يهمنا، شاركنا تعليقك وعيش معانا مغامرات جديدة كل مرة.